كرعة الدوري اليوم قد أوقعت الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وتحدد موعد المباراة يوم الجمعة 8 أغسطس في تمام الساعة 8 مساء على استاد هيئة قناة السويس في مدينة الإسماعيلية. كما تحدد بشكل رسمي موعد مباراة القمة المنتظرة بين الزمالك والأهلي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري. المباراة سوف تكون يوم الاثنين 29 سبتمبر المقبل في تمام الساعة 8 مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي. شهدت الساعات القليلة الماضية تحركاً من جانب جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك للتخلص من 3 لاعبين في الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري لتدعيم صفوف الفريق بصفقات أجنبية جديدة خلال نافذة الانتقالات الحالية. الزمالك يعمل على التخلص من 3 أسماء في الوقت الحالي، وعلى رأسهم أحمد الجفالي الذي بات قريباً من الانتقال إلى فاركو خلال الانتقالات الحالية، خاصة بعد أن خرج اللاعب من حسابات يانيك فيريرا. جون إدوارد يحاول التخلص من سيف الدين الجزيري عن طريق عروض خارجية، إضافة إلى محمد الصبحي حارس الفريق بعد التعاقد مع المهدي سليمان. ويرفض المدير الرياضي لنادي الزمالك فكرة خروج أي لاعب دون الحصول على قيمة مالية. ويبحث مسؤولو نادي الزمالك تدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة حالياً، وذلك من أجل الاستعداد للموسم الجديد في ظل ارتباط الفريق بمسابقات محلية وقارية في الموسم المقبل. في ظل استمرار أزمة اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق نادي الزمالك الحالية، خاض اللاعب اليوم تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف علاء رجب أخصائي التأهيل داخل النادي. وجاء هذا القرار من جون إدوارد المدير الرياضي للنادي بالتنسيق مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، وذلك لعدم التسبب في خمول بدني للاعب في ظل قرار إيقافه لحين التحقيق معه، وأيضاً من أجل تجهيزه بدنياً بشكل مثالي قبل انطلاق الموسم الجديد الشهر المقبل. وكان الزمالك قد فرض حزمة من العقوبات على اللاعب عقب خروجه من معسكر الإعداد بحجة مرض أحد أقاربه ثم حضوره أحد الحفلات الغنائية.